لحد ما وصلت لمعلومة صغيرة في دفتر قديم لجدتها مكتوب فيه: السحر الأسود بيتقفل بحاجة واحدة، اللي بدأ السحر هو اللي ينهيه. سمر فهمت إن الحل الوحيد إنها تحبس روح ليلى تاني جوه المراية، لكن علشان ده يحصل لازم ليلى تظهر قدام المراية وتكون ضعيفة. رجعت سمر بيت رقم 9. البيت بقى أغمق من أي وقت، وكل ما تمشي الأرض والحيطان تطقطق كأنها بتتنفس. دخلت الأوضة اللي فيها المراية، ولما قربت منها ظهر وش ليلى. وش مش بني آدم، مشوه، نار طالعة من عينيها. سمر وقفت وقالت بصوت ثابت: انت حرقتي أختك وغرقتي المكان ده بلعنتك، بس أنا مش هخاف. رفعت في وشها تعويذة كانت كاتباها بإيديها وبدأت تقراها بصوت عالي: I know you can't see me, but I'm standing right beside you. وكل ما تقرا ليلى تصرخ. المراية بدأت تهتز والزجاج بيتشق والنور يطفي ويرجع بسرعة. وفجأة صوت صريخ عالي والبيت كله سكت. المراية رجعت هادية ووش ليلى اختفى والنور دخل الأوضة لأول مرة. سمر رجعت من البيت وهي بتتنفس بعمق. بصت للبيت رقم 9 وشافته لأول مرة، بيت عادي من غير روح، من غير لعنة. وسمعت صوت خافت في ودانها بيهمس: شكرا. كانت دي لبنى. سمر قفلت باب البيت